محمد ابو تريكة، ولد هادي جدا من قرية ناهية بمحافظة الجيزة. كان بيلعب كرة في الشارع زيه زي اي طفل عادي، لكن كل اللي شافه قال انه عنده حاجة مختلفة. كبر شوية وراح نادي الترسانة، وهناك بدأ اسمه يبان ويلمع. كان بيلعب بثقة وكان بيمرر كور محدش بيشوفها غيره، لكن الترسانة ما كانش نادي البطولات، وعلشان كده في 2004 ينتقل للنادي الاهلي كبير القارة. الناس كتير وقتها قالت انتوا جايبين مين ابو تريكة ده، لكن محدش يعرف ان الصفقة دي هتغير تاريخ النادي الاهلي. من اول موسم ليه بدأ يثبت نفسه. لاعب هادي، مش بيحب الشو، مش بيجري كتير، لكن اول ما الكوره ما بتوصل له تحس ان الوقت وقف. يعمل تمريره يفتح دفاع، او تسديده تنهي ماتش وتجيب لك بطوله. بعديها بسنتين جت الليله اللي غيرت حياته، وهو مباراه الصفاقسي، علشان ياخد الكوره اللي على الطاير في ملعب رادس واسمه يتسجل في التاريخ. لكن الحكايه لسه ما خلصتش. بعدها بشهور راح كاس العالم للانديه. كل الناس كانت بتقول الاهلي هيمثل افريقيا في كاس العالم ولازم يمثلها باحسن صوره، مش مهم نخسر، بس المهم ان نلعب مباراه حلوه تشرف افريقيا. لكن ابو تريكة كان عنده راي تاني. في ماتش المركز الثالث قدام كلوب امريكا المكسيكي سجل هدفين، وقاد الاهلي للميداليه البرونزيه لاول مره في التاريخ. ومن يومها بقى كل ماتش بيلعبه سواء مع الاهلي او مع المنتخب بيكبر في عيون الاهلاويه وفي عيون الجمهور المصري. لو مش بس الجمهور المصري، ده الجمهور العربي كله، جزائري، تونسي، سعودي، اماراتي، كل الجمهور بيحبه. والجمهور المصري دايما لما كان ابو تريكة في الملعب كانوا بيقولوا لسه في امل. وسنين عدت، بطولات وكاس ودوري ابطال افريقيا وكاس افريقيا، وابو تريكة بقى القائد الحقيقي حتى وهو مش لابس تيشيرت القياده. ولا عمره اتكبر، ولا شفته بيهين لاعب، ولا كان بيجري ورا الشهره. دايما كان هادي. ولما قرر يعتزل في 2013 الاهلاويه حسوا ان زمن كامل انتهى، لكن الحقيقه الاساطير ما بتعتزلش. حاليا كل ما حد بيتكلم عن لاعب بينقذ فريقه في اخر الدقائق او لاعب بيشيل فريقه طول المباراه، لازم اول اسم يتذكر محمد ابو تريكة، علشان في لعيبه بتكسب بطولات ولعيبه بتكسب قلوب الناس، وابو تريكة كسب الاثنين. بس كده، لايك واشترك في القناه. سلام.